ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل بقى النهارده بقى شويه محشي كده يدفينا في الشتاء. لكن قبل ما ابدا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب مع بعض بصل، هنجيب طماطم، فلفل. طبعا هنقطعهم كويس، وبعد كده هنضيفهم في الخلاط علشان يتفرموا فرمه كويسه. وبعد كده هنجيب معلقتين من الثوم او معلقه من الثوم. طبعا هتكوني حاطه الطاسه بتاعتك على النار علشان خاطر التوم يتشوح معانا، ياخد تشويحه حلوه كده، ويدي لنا للمحشي نفس حلو كده. وبعد كده هتحط التوابل بتاعتك ان انت جهزتيها. وبعد كده هتقطعي الخضار بتاعتك، الخضار المحشي. طبعا في ناس بتغسله الاول وبعد كده تقطعه، وفي ناس قبل ما تغسله تقطعه وبعدين كده تغسله، يعني زي ما انت حابه. طبعا الكل هيقول يعني احنا المحشي يعني مش عارفين نعمله يعني. طبعا الناس كلها بتعرف تعمل المحشي والحمد لله، يعني كل الستات شاطرة الحمد لله. لكن في بنوتات بتطلب مني اللي هي ازاي الف المحشي علشان مش عارفة تتعلم. او مثلا تبقى مثلا جاية من الكلية، جاية من جامعة او مثلا جاية من الدراسة ومش عارفة. ففي بنوتة طلبت مني ان ازاي ان انا احشي المحشي وكده، وازاي التقلية، وازاي اللي انا اعمل كل الحاجات ديت. فانا طبعا حبيت ان انا اعمل الفيديو ده علشان خاطر البنوته. واي بنوته بتطلب مني حاجه لازم اعملها لها، علشان طبعا لازم احنا اللي بنعلم البنوتات وكده، وهما بيتعلموا مننا. فاحنا لازم نعمل لهم اللي هم عاوزينه، واي طلب هم بيطلبوه لازم نعمله. طبعا يعني اللي هم عاوزينه ده كفايه، بس اللي هم مشرفيني. زي ما انتوا كده شايفين طبعا خلاص الصلصه بتاعتنا نشفت. طبعا لو انت حابه تشتري مثلا صلصه، او عندك صلصه انت مخزناها في الفريزر، مفيش اي مشكله خالص، تضيفي معلقه او معلقتين. طبعا انا ما كانش عندي صلصه، فانا حبيت ان انا اعمل طماطم صبحه. تمام، مفيش اي مشكله خالص. وبعد كده طبعا حطينا كل حاجة مع الرز، وقلمنا الرز كويس، وشفنا الملح والتوابل. طبعا لو انت عاوزة تحطي تضيفي معلقة من السمنة، تضيفي معلقة، مفيش اي مشكلة خالص. ولو عاوزة تقطعي جزر في الحلة ممكن تقطعي برضو، مفيش فيها اي مشكلة. ده اختياري زي ما انت حابة، مش شرط يعني تضيفي جزر يعني. طبعا البنوتة اللي طلبت مني الورق الخاص ازاي بتحشي، هي بتقول ان انا ما اعرفش احشيه، بيتهري معايا على طول. طبعا الورق العنب مش زي ورق العنب، ولا زي الورق الكرنب. ده طبعا ورق آه، رقيق جدا ورفيع جدا، ومش بيستحمل المية السخنة الشديدة. طبعا انت هتجيبي الحلة بتاعتك، هتحطي فيها نص معلقة من الملح، معلقة من الزيت. وبعد كده طبعا تحسي ان الميه بدأت اللي هي خلاص، يعني اللي هي خلاص هتغلي. تطفي على الحله بتاعتك. وبعد كده تحطي الورق الخاص اللي انت حباه، اللي انت عاوزاه، تحطيه تقلبي تقليبه كده، وبعد كده تطلعي او تقلبتين. وبعد كده تطلعيه، مش بياخد دقيقه، مش بياخد نص دقيقه حتى. يعني عشان هو ورق رقيق جدا ورفيع، مش بيستحمل الميه السخنه اللي هي الزياده. فانت عشان كده لازم بيتهري منك على طول، ودايما مش بينفع معاكي. كده خلاص خلصنا المحشي بتاعنا خالص. انا حشيت طبعا برنجان، حشيت ورق عنب، ورق معلش، ورق الخاص حشيناه، خلاص كده خلصنا. طبعا احنا طبعا خلاص كده هنضيف بقى الشوربه بتاعتنا مع المحشي. طبعا انا مخليه الشوربه مخليها صفرة شويه كده،
عشان انا جهزت بصلايه وقرن شطه، وجهزت طماطمايه، شوحتهم مع بعض على البوتاجاز، وبعد كده حطيت الفراخ ياخدوا لون حلو كده، وحطيت طبعا التوابل وبهارات. في ناس بتسخن الميه الاول وبعد كده تضيف الفراخ والخضار بتاعها، يعني البصل والفلفل والطماطم والتوابل. لكن انا حبيت ان انا اعملها بتشويحه النبيدي، اشوحها. طبعا احنا كده الفراخ استوت معانا. هنجهز بقى تتبيله خفيفه كده، مش تتبيله موجوده على فكره عندك في اي بيت موجوده، مش مكلفه. كمون وبهارات فلفل اسود، بهارات فراخ طعام، اي حاجه انت حباها مفيش اي مشكله. طبعا هتقطعي، طبعا زي ما انا ما عملت كده، هتقطعي شرايح كده بالسكينه علشان خاطر تعرفي تتبلي الفراخ كويس جدا معاكي، وتطلع معاكي كويسه. هتاكلي احلى فراخ، ما شاء الله على طعمها. طعمها فعلا فعلا كان خطير، وطعمها كانت روعه جدا جدا، وهتعجبك لو عملتيها ان شاء الله. الشوربه وقعت على البوتاجاز غصب عني مش عارفه ازاي، حصل خير. طبعا احنا هنجهز طبعا لسان العصفور بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هنجيب معلقه من الزيت، معلقه آه، من السمنه، هنضيفه في الطاسه بتاعتنا، وبعد كده هنحمر لسان العصفور. طبعا انا ضفت معاه شعريه. احنا كده خلاص خلصنا. هنحمر بقى الفراخ بتاعتنا تحمره حلوه كده. يا سلام على الريحه والشكل، شايفين الشكل عامل ازاي؟ الشكل روعه. تضيفي بقى صوص كده بالصلصه كده، ما شاء الله. شايفين الريحه وشايفين اقول لكم بس حاجه منتهى الروعه، ما شاء الله يعني. كفايه بس ريحه الفراخ. كده خلاص المحشي بتاعنا استوى. المحشي الورق الخاص خلاص كده الحمد لله. طبعا الورق الخاص ده، تضيفي المية، وبعد كده المية لما بعد ما تغلي كويس المية، تهدي بقى عليها النار. لما المية تلاقيها كده نشفت شوية كده، تهدي النار عليها علشان خاطر بقى ايه، يستوي براحته كده، مش تستعجلي عليه، سيبي كل حاجة تستوي براحتها. ده طبعا الباذنجان بتاعنا اللي احنا ان انا قورته وحشيته. زي ما انتوا شايفين كده الحمد لله، ما فيش ولا حبه رز طالعه من الصابع، ما شاء الله يعني الحمد لله. طبعا بقى احنا طبعا هنضيف طبعا الشوربه بتاعتنا بقى زي ما انتوا شايفين. يا سلام يا سلام يا سلام على الشكل والحلاوه ديت. بألف انا وشوف على قلبك. ان شاء الله اشوفك في فيديو جديد مع الف سلامه حبيبتي.